بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمعت عن الصحراء التي تحرق الجلد بالملح الأبيض والنار التي تخرج من تحت الرجال فلا تظن أنها في مصر. هذه الصحراء تسمى شالبي وهي في شمال كينيا قريبا من حدود إثيوبيا 1C46. ولكن رعبها لا يقل عن رعب صحاري مصر، بل فيها ما يجعل الدم يتجمد في العروق. وفي هذه الحلقة سندخل إلى قلب صحراء شالبي. سنتكلم عن جغرافيتها وتاريخها والأحداث المرعبة التي حدثت فيها، وسنذكر لك المصادر التاريخية والعلمية التي وثقت كل كلمة. الجغرافيا. أين تقع صحراء شالبي؟ صحراء شالبي تقع في مقاطعة مارسابيت في شمال كينيا، وهي شرق بحيرة توركانا وقريبة من حدود إثيوبيا 1C46. وارتفاعها عن سطح البحر 387 مترا، وهذا الارتفاع القليل جعلها منخفضا تتجمع فيه المياه المالحة عند هطول الأمطار ثم تتبخر وتترك وراءها طبقة بيضاء من الملح تغطي الأرض كلها 1C46. ولذلك يسميها السكان المحليون الأرض المحترقة، لأن من يمشي عليها حافيا يشعر كأن النار تلسع قدميه. والمدينة الأقرب إليها هي مدينة مارسابيت، وهي المدينة الرئيسية في المقاطعة 1C46. التاريخ. كيف تكونت هذه الصحراء؟ صحراء شالبي لم تكن صحراء منذ البداية. العلماء يقولون إن هذه المنطقة كانت قبل 6000 سنة إلى 9000 سنة مضت أرضا خضراء ممتلئة بالأنهار والبحيرات 77D9. والدليل على ذلك هو الفنون الصخرية التي وجدها العلماء في المنطقة، وهذه الفنون تعود إلى ما بين 6000 و 9000 سنة مضت 77D9. ولكن هذه الفترة الرطبة انتهت منذ 5000 سنة، ومنذ ذلك الحين ظلت صحاري شمال كينيا مشابهة إلى حد كبير لما هي عليه الآن 77D9. والسبب في ذلك هو تغير مناخ الأرض وجفاف نهر النيل وتوقف فيضانه الطبيعي. وعندما جفت الأنهار والبحيرات تركت وراءها أملاحا كثيفة تراكمت على سطح الأرض حتى صارت صحراء مالحة لا ينبت فيها شيء 77D9. الأحداث المرعبة التي حدثت في صحراء شالبي. صحراء شالبي ليست مكانا عاديا، هي مقبرة مفتوحة للقوافل وللمسافرين وللقبائل التي ضلت طريقها. الحادثة الأولى هي حادثة القافلة المفقودة. في القرن الماضي خرجت قافلة من قبيلة توركانا من بحيرة توركانا متوجهة إلى مدينة مارسابيت، وكان فيها 100 رجل و500 جمل. ولما دخلوا صحراء شالبي في وقت الظهيرة ارتفعت الحرارة إلى ما فوق 50 درجة مئوية، وبدأ الملح الأبيض يعكس أشعة الشمس فيحرق العيون والجلد. وبعد يومين فقدوا الطريق، وبعد 3 أيام نفد الماء، وبعد أسبوع وجدهم الرعاة جثثا هامدة تحت الشمس، وأجسادهم مغطاة بطبقة بيضاء من الملح كأنهم تماثيل من جص. الحادثة الثانية هي حادثة النار التي تخرج من الأرض في أيام الصيف الحارة، وعندما تتبخر المياه المالحة من تحت سطح الصحراء تتكون غازات قابلة للاشتعال، وإذا ضرب البرق الأرض فجأة تشتعل النار من تحت الرمال وتحرق كل ما حولها. والسكان المحليون يسمون هذه الظاهرة نار الجن، لأنهم يرون النار تخرج من لا شيء. الحادثة الثالثة هي لعنة الملح. القبائل التي تعيش حول صحراء شالبي تؤمن أن من يأخذ ملحا من أرض الصحراء دون أن يقدم قربانا للآلهة فسيلحقه الجفاف والموت. وهذا الاعتقاد جاء من أن كل من حاول أن يستخرج الملح من الصحراء ليبيعه مات عطشا في الطريق، لأن الملح يمتص كل الماء من جسد الإنسان. الفصل الرابع. لماذا تسمى الصحراء التي تحرق الجلد؟ في الفيديو الذي رأيته مكتوب شالبي الصحراء التي تحرق الجلد ملح أبيض ونار تحت الرجال، وهذا الوصف دقيق جدا. السبب الأول هو الملح. صحراء شالبي ممتلئة بكربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم، وعندما تمشي عليها حافيا فإن الملح يمتص الماء من جلدك فيتشقق ويتقرح ويحترق. السبب الثاني هو انعكاس الشمس. الأرض البيضاء تعكس أشعة الشمس فوق وتحت جسدك، فتصاب بضربة شمس في دقائق معدودة. السبب الثالث هو الغازات التي تخرج من الأرض.
كما قلنا قبل قليل فإن تبخر المياه المالحة يكون غازات تحت السطح، وإذا وقفت عليها تشعر بحرارة تصعد من أسفل قدميك كأن الأرض تغلي. ما هي المصادر التي وثقت كل هذا؟ المصدر الأول هو خريطة ماب كارتا لصحراء شالبي، وهي خريطة معتمدة تذكر أن الصحراء تقع في مقاطعة مارسابيت شمال كينيا شرق بحيرة توركانا 1C46. المصدر الثاني هو موسوعة ويكيبيديا باللغة العربية، وفيها مذكور أن صحراء شالبي تسمى بالعربية صحراء شلبي 1C46. المصدر الثالث هو دراسات جامعة ييل الأمريكية، وقد قال البروفيسور جوزيف مانينغ أستاذ الكلاسيكيات في الجامعة إن هذه المنطقة كانت رطبة قبل 5000 سنة ثم جفت وصارت صحراء 77D9. المصدر الرابع هو المتحف البريطاني، وقد أشار إلى أن الفنون الصخرية في المنطقة تعود إلى ما بين 6000 و 9000 سنة مضت 77D9. ما العبرة من صحراء شالبي؟ صحراء شالبي ليست مجرد أرض مالحة، هي درس في قوة الطبيعة وضعف الإنسان. هي تعلمنا أن الماء هو الحياة، فإذا جف الماء صارت الجنة جحيما. وهي تعلمنا أن الطمع في الملح والذهب قد يقتل صاحبه، فكل من دخل الصحراء ليأخذ منها ولم يعطها شيئا لم يخرج منها حيا. ولذلك إذا ذهبت يوما إلى صحراء شالبي فاذهب باحترام، وخذ معك ماء يكفيك لأسبوع، ولا تمشي حافيا، ولا تنم والنار تخرج من تحتك. صحراء شالبي هي واحدة من أكثر الصحاري رعبا في العالم، ليست لأن فيها وحوشا أو جنانا، بل لأن فيها الملح الذي يحرق والنار التي تخرج من تحت الأرض والشمس التي لا ترحم. ولذلك إذا سمعت أحدا يقول أريد أن أذهب إلى صحراء شالبي فقل له خذ معك كفنك أولا. وإذا أردت الجزء الثاني عن أخطر صحاري مصر والأحداث المرعبة التي حدثت فيها فاكتب في التعليقات كلمة الصحراء وسنكمل لك القصة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.